السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. القضيه ديال اليوم من غير التحقيق اللي فيها والمفاجاه اللي غادي تكون في الاخير، انا متاكده غادي تاخذوا منها عبره كبيره. المهم، الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي وعجبك المحتوى اللي كندير، ما تنساش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلك اي جديد حطيته، حيت بكم نتوما غادي تزيد تكبر هاد القناه. دابا نبداو على بركة الله. القضية ديال اليوم وقعت بالضبط عام 2017 في مدينة فاس، وسط حي شعبي. تتواجد واحد الأسرة متكونة من أب وأم وجوج بنات وولد. هاد الأسرة كانت الظروف الاجتماعية ديالهم صعيبة بزاف، والولاد مع الأسف ما توفقوش في الدراسة، وحتى في الخدمة باقي ما سهلش عليهم الله. كان الأب هو المعين الوحيد ديال هاد الأسرة، وحتى هو مسكين ما كانش خدام شي خدمة مرسمة، كان كيخدم غير في الموقف. وانتم راك عارفين خدمة الموقف نهار خدام وثلاثة لا. واخا هكاك هاد الاب كان كيدير كتر من جهدو باش يعيش العائلة ديالو عيشة مستورة. المهم، بطلة القصة ديال اليوم والاحداث اللي كيدوروا عليها هي البنت الكبيرة، الاسم ديالها نورة، واللي العمر ديالها 29 عام. نورة كانت واحد البنت اللي زوينة بزاف، ولكن ما كانش راضية بالعيشة اللي كانت عايشاها في دار باها، حيت ما كانش عاجبها قلة الشي اللي كانوا عايشينها. هاد الشي اللي غيخليها واحد النهار تقول لدارهم: صافي انا عييت من هاد العيشة، وعييت ما نقلب على خدمة هنا والو، كنشوف عمري كيضيع وانا ما دايره والو في حياتي. حتى انا بغيت نعيش ونتمتع بحياتي بحال البنات. انا صافي قررت نمشي نقلب على رزقي في مدينه اخرى. مادام هاد المدينه ما باش تعطيني، غادي نمشي نجرب زهري في بلاصه اخرى، لعل وعسى الدنيا تضحك ليا. باها غير سمع هاد الهضره تعصب عليها بزاف، قال لها: واش عارفه راسك اشنو كتقولي ولا لا؟ فين باغا تمشي بالسلامه؟ جلسي الارض، ما عندكش فين تمشي حتى يسهل عليك الله بشي راجل ويهنيني منك. ولا كنتي باغا تخدمي قلبي هنا حتى تلقاي خدمه، ضروري واحد النهار ربي غادي يسهل عليك. على الاقل راكي هنا قدام عينيا، غنعرفوك فين خدامه ومع من خدامه. اما في مدينه اخرى باش غادي نعرفوك اشنو كديري. قال لي باها: جلسي الارض بنتي وحمدي الله على ما عطاك، راه كاين اللي ما لقاش هادشي اللي عندك. ولكن نورا بقات شاده في هضرتها وقالت لي: انا غادي نمشي نقلب على خدمه في بلاصه اخرى، هي غادي نمشي. المهم، نورا وباها بقاو على نقاش لايام طويله على نفس الموضوع، حتى لواحد النهار باها طلع عليه الدم وقال لها: شوفي، الا ما بغيتيش تسمعي لهضرتي وبغيتي تمشي سيري، ولكن راه الا مشيتي حتى خرجتي من هذاك الباب، راه ما بقاش عندك رجوع. ما تحلميش باقي تحطي رجلك في داري وانا مبري منك. ماشي بنتي، ما انتي ماشي بنتي وانا ما باك. نهورا بلا ما تفكر في القوانين اللي قال لها باها، جمعات حوايجها وهزات شويه ديال الفلوس كانت جمعاهم، وهي تقصد مدينه اكادير. فاش نورا وصلت مدينه اكادير، كرات واحد البيت في السطح مع الجيران وبدات كتقلب على خدمه. فعلا كان عندها الزهر، ودغيا لقات واحد الخدمه في قهوه معروفه، وخدمات عندهم سربايه، وفي مده قصيره قدرت دير بلاصتها حيت كان عقلها خفيف وكتعامل مزيان مع الكليان. داز عام ونورا باقا خدامه في ديك القهوه، حتى لواحد النهار فاش غتجي واحد السيده غيكون عندها تقريبا 45 عام، هي وراجلها، وهما جالسين كيتسناو يجي عندهم شي سرباي، حتى غتبان ليهم نورا. السيده غير شافتها عجباتها بزاف، حيت كما قلت لكم من الاول نورا كانت زوينه بزاف. بقاو كيتسناوها حتى جات عندهم وشدوا معاها الهضره. قالت لي هذيك السيده: قولي لي يا بنتي، معايش كتسالي خدمتك؟ هنا نورا استغربات، قالت لها: علاش كتسوليني هذا السؤال؟ قالت لها: بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع كيهمك،
الا بغيتي غنتسناك حتى تسالي، وديك الساعه نهضروا بجوج بيناتنا. جاوبتها نورة وقالت لها واخا مرحبا، انا كنسالي الخدمه ديالي مع 10:30. فعلا بقات ديك السيده كتسناها حتى سالات. ركبت معاها نورة الطوموبيل وقالت لها نورة فاش بغيتي تهضري معايا. جاوبتها هاد السيده وقالت لها انا عندي لك واحد الخدمه الا بغيتي، ولكن بعدا قولي لي شحال كيخلصوك في هاد القهوه. قالت لها نورة كيخلصوني 40,000 ريال، كنخلص بها الضو والماء والكرا، والباقي كنعيش به، ويالله كيكفيني، وحتى دارنا ما كنصيفط لهم والو. ولكن الحمد لله داكشي اللي كنشد عايشه به مستوره. وهي تقول لها ديك السيده ايوا مزيان، يعني الخدمه اللي عندي ليك احسن بزاف من هاد الخدمه اللي انت فيها دابا. قالت لها انا واحد السيده كنبغي البنات يكونوا بشوشين وزوينين بحالك، والخدمه اللي عندي ليك سهله مهله. المطلوب منك منين يجيو عندنا الكليان ديري ليهم المساج وتعامليهم بطريقه مزيانه وتكوني بشوشه في وجههم. هادشي هو المطلوب منك. والخلاص غنبداو ليك ب4000 درهم، ومع التدويره ديال الكليان غادي توصلي حتى ل5000 درهم. وهذا المبلغ كنظن انه كافي باش تعيشي احسن 100 مره من العيشه اللي كنتي عايشاها. نورة غير سمعت 5000 درهم مقدتها فرحة، قالت واخيرا غنعيش بحالي بحال بنادم، وحتى دارنا غادي نعتقهم من الفقر، وغادي نثبت ليهم باللي كان عندي الحق فاش قلت ليهم باللي ديك المدينة ما عطاتنيش. نورة قالت لديك السيدة واخا انا موافقة، ولكن اعطيني واحد 10 ايام نقولها للناس اللي خدامة عندهم باش حتى هما يقلبوا على شي وحدة اللي تخدم ليهم في بلاصتي. جاوبتها هذيك السيدة وقالت لها ماشي مشكل، ها رقم التليفون ديالي عندك، فاش تسالي مع مالي الخدمة عيطي ليا باش تبداي الخدمة معانا. وداكشي اللي كان. نورة حبست الخدمة مع ديك القهوة مباشرة، مشات عند السيدة وبدات معاه الخدمة. ولكن من النهار الاول غادي تعرف باللي ماشي الخدمة غير مساج وصافي، ولكن القضية اكبر بزاف من المساج. القضية فيها فساد ودعارة. منين عرفت نورة هادشي تخلعات مباشرة، مشات عند الباترونة ديالها قالت لها انا ما اتفقتش معاك على هادشي، انا اتفقت معاك على الخدمة ديال المساج، اما هادشي راه ما نقدرش نتقبله. ولكن حيت نورة معاودة ليها كاع ظروفها وظروف عائلتها، هاد السيدة عرفت كيفاش تطمعها. قالت لها واش بغيتي عمرك كامل يضيع وانتي ما حققتي والو في حياتك؟ ما بغيتي تعاوني خوتك ووالديك وتخرجيهم من الفقر؟ يا قلتي بان والديك كبار في العمر، واش ما بغيتيش تهنيهم من تماره؟ وحتى الا بغيتي ديري هذا الشيء واش غادي ديريه ب40,000 ريال ديال القهاوي؟ هنا غادي نبداو ليك ب4000 درهم، ولا عجبتيني غادي نوصلها لك حتى ل9000 درهم، ومع التدويره ديال الكليان غتقدري توصلي حتى المليون في الشهر. نورا غير سمعت هاد الهضره طمعات، وفي البلاصه وافقات. المهم كملات الخدمه، مع الوقت ولات كتدخل فلوس كتيره، بدلات السكنه ديالها ومشات كرات في واحد الحي شعبي. ومن نهار كرات ديك الدار وهي داخله سوق راسها، جيرانها عمرهم شافوا منها العيب. المهم بقى الحال كما هو حتى داز عامين منين بدات في الخدمه. كانت نورة كتبدا الخدمه ديالها مع 9 ديال الصباح وكتسالي مع 10:30 ديال الليل. حتى لهنا كان كل شيء غادي، ولكن واحد النهار كان كل شيء غادي مزيان، ولكن واحد النهار بدون سابق انذار نورة غادي يغبر لها الاثار حتى من الخدمه ديالها، ما بقاش كتمشي ليها. في ديك الفتره الجيران ديال ديك الحومه بداو كيشموا واحد الريحه كريهه بزاف خارجه من الدار اللي ساكنه فيها. هذا الريحه كانت خايبه بزاف لدرجه الجيران ما بقاوش قادرين يتحملوها، خصوصا الجيران اللي كانوا ديورهم قراب من دارها.
وهذا الشيء هو اللي خلاهم يمشيو عند القايد ديال ديك المنطقه، وقالوا ليه واحد الجاره ديالنا ما بقاش بان ليها الاثار، ولكن مؤخرا ولات كتخرج واحد الريحه خايبه بزاف من دارها. المهم راه ديك الريحه قهرتنا وكرهتنا، ولات واصله حتى وسط ديورنا. داكشي علاش جينا عندك باش تشوف لينا شي حل. القيد منين سمع بان السيده مده ما بانش والريحه ولات كتخرج من دارها اللي هي خايبه، دخلوا الشك، حيت بحال هاد الاخبار ما كتبشرش بالخير. داكشي علاش مباشره اعلم البوليس، وحتى هما خداو الاذن من النيابه العامه باش يقتحموا الدار. وداكشي اللي كان، خداو الاذن ومشاو لدار نورة، وغير فرعوا الباب غيلقاو راسهم قدام صدمة كبيرة. غيلقاو نورة جثة هامدة ومضروبة بزاف تاع الطعنات في كرشها. لكن المفاجأة الكبيرة هي منين دخلوا قلبوا باقي البيوت، غيلقاو راجل ميت في بيت النعاس، حتى هو مقتول بنفس الطريقة ومطعون بزاف الطعنات في كرشو وفي وجهه. وحتى الصالون غادي يلقاو فيه بزاف ديال القراعي ديال الشراب. وفاش قلبوا لاكارت ناسيونال ديالهم غادي يلقاو بان نورا ماشي بنت اكادير، اما داك السيد كان مواطن من احدى الدول الخليجيه. هنا البوليس بطبيعة الحال فهموا طبيعة العلاقة اللي بيناتهم. ديك الساعة علم الشرطة العلمية مباشرة التحقوا بعين المكان، وبداو في المعاينة ديال مسرح الجريمة ورفعوا البصمات. ديك الساعة البوليس بداو البحث ديالهم مع الجيران، سولوهم أسئلة روتينية بحال شنو كتعرفوا عليها، وفاش خدامة، وشكون اللي كان كيجي عندها، واش عمركم لاحظتوا عليها شي سلوك مشبوه. جاوبوهم الجيران وقالوا لهم باللي نورا واحد البنت الحدوديه وما كتجمعش معاهم، وباللي بيناتهم غير السلام، وباللي كانت داخله سوق راسها. اما الخدمه فاش خدامه راه ما عرفناهاش. وحتى فاش سولوا الدراري ديال الدرب اللي كيبقاو سهرانين بالليل، قالوا البوليس باللي نورا ديما فاش كترجع بالليل كتكون غير بوحدها، ما عمرنا شفناها مع شي حد. والصراحه حتى احنا كاع مصدومين من هذا الشيء اللي وقع ليها، حيت البنت كانت داخله سوق راسها وغير صحابتها هما اللي كانوا كيجيو عندها. وحده من الجيران قالت لهم باللي نورا ممكن تكون كانت خدامه في الصالون ديال التجميل، حتى نشوفها كتلبس واحد البلوزه مكتوبه فيها السميه ديال واحد الصالون. ومن بعد ما قلبوا البوليس الماريو ديالها عرفوا نورا فين خدامه من خلال ديك السميه. ولكن قبل ما يمشيو لديك البلاصه اللي خدامه فيها، البوليس علموا البوليس ديال مدينة فاس اللي بدورهم استدعاو عائلتها وحتى هما حققوا معاهم. ولكن اللي كان غريب هو فاش بحثوا مع الاب ديالها قال لهم هذيك ماشي بنتي، وانا مبري منها في الدنيا وفي الاخره. انا من الاول كنت عارف هذيك هي النهايه ديالها، حيت ما بغاش تسمع هضرتي. البوليس من كانوا كيحققوا مع باها لاحظوا باللي ما كانش مأثر نهائيا بخبر الموت ديال بنته، غير الام اللي تأثرت بقات كتبكي. المهم من بعد ما حققوا معاهم وتبقوا مزيان تأكدوا باللي ما عارفين حتى حاجة وما عندهم حتى علاقة بهذه الجريمة. داكشي علاش خلاوهم يمشيو في حالهم. وفي هذا الأثناء البوليس اللي في مدينة أكادير توجهوا لمركز التدليك اللي كانت خدامة فيه نورا. وفاش وصلوا للمركز سولوا المرأة اللي كانت تما ووراو هاد التصويره ديال نورا وقالوا ليها واش هاد السيده كانت خدامه عندكم. من بعد ما شافت تصويرتها وحققت فيها مزيان قالت لهم ايه اسيدي هادي نورا، عامين وهي خدامه عندي، ولكن هاد السيمانه ما بقاش جات عندي. داكشي علاش جبت وحده في بلاصتها، حيت ما بقاش كتجي، قلت انها ما بقاش باغا تخدم. ولكن ما كانش ولكن كنت نتصل بها وما كانش كتجاوبني. وحتى فاش كنت مشيت عندها للدار دقيت عليها بزاف
وما جاوبتنيش. رجعوا البوليس سولوها واش في هاد عامين نورة كانت خدامة فيهم عندك ما كان كيجي عندها حتى واحد؟ قالت لهم فعلا ديما كان كيجي واحد السيد تيجي عندها في الوقيته اللي كتكون خدامه فيها، وحيت كان كيعطلها على خدمتها درت فيه وعطيتها انذار. قلت لها الا مشى حتى جا عندك في وقيته ديال الخدمه غادي نجري عليك انت وياه. ومن داك النهار ما عمرو عاود جا عندها. سولوها البوليس قالوا ليها واش ما عرفتيش شنو سميت هاد السيد وفين نقدروا نلقاوه؟ جاوبتهم وقالت لهم لا صراحه انا هاد الشيء ما عرفاش، ولكن تقدروا تسولوا صحاباتها وهما يقدروا ينفعوكم اكثر مني. وهما يقولوا لها شكون هما صحاباتها واش خدامين عندك؟ قالت لهم اييه هاد جوج من صحاباتها الروح بالروح ضروري يكونوا عارفين اشنو سميت داك السيد وفين غتلقاوه. هنا البوليس مباشرة بداو معاهم البنات الكوميسارية وبداو معاهم التحقيق. ديك الساعة قالوا لهم باللي الباترونة ديالكم قالت لنا بانكم كتعرفوا مع من شكون اللي كان تيجي عند نورة. السيدة الاولى قالت لهم انا ما كنعرف حتى حاجة، ولكن البنت الثانيه الاسم ديالها مريم قالت لهم فعلا كان كيجي عندها واحد السيد سميتو عمر وخدام في واحد الشركه. قالوا ليها البوليس اشنو طبيعه العلاقه اللي كانت كتربط ما بين عمر ونوره. جاوبتهم وقالت لهم باللي نوره وعمر كانوا مصاحبين، وعمر كان كيغير عليها بزاف لدرجه ديما كانوا مضاربين حيت ما كانش باغيها تبقى خدامه في هذا السنتر. قال لها راكي خدامه غير في الفساد، واش ما بغيتيش تخرجي من داك الوسخ؟ المهم فين ما يتلاقاو خاصهم يتناقشوا ولا يتضاربوا. قالت لهم كان عقل واحد النهار ناض بيناتهم واحد النقاش اللي كان كبير لدرجه عمر كان باغي يضربها، غير انا اللي فكيتها منه. البوليس قالوا لها واش كتعرفي سميت الشركه فين خدام هاد عمر ولا العنوان ديالو؟ جاوبتهم مريم وقالت لهم ايه راه فايت، قالت لي فين خدام. من بعد ما خداو منها اسم الشركه اللي كان خدام فيها عمر مباشره مشاو جابوه وبداو معاه البحث وراوه التصويره ديال نورة وقالوا ليه واش كتعرف هاد السيده؟ جاوبهم وقال لهم ايه نورة صديقه ديالي، مالها اشنو وقع ليها؟ وهنا فين غادي يقولوا ليه راه لقيناها مقتوله في دارها، هاد الشيء علاش جبناك حيت بغينا نعرفوا طبيعه العلاقه اللي كتجمعكم. عمر قال لهم انا ونورا كنا غير اصدقاء، هاد الشيء اللي كاين. البوليس قالوا لهم المعلومات اللي عندنا حنا كتقول عكس هاد الشيء اللي قلتي نتوما كنتم مصاحبين وبيناتكم علاقه غراميه وعندنا الشهود على هاد الهضره. في ديك اللحظه عمر توتر بزاف وقال لهم هادشي كذوب، انا ونورا كنا غير اصدقاء. البوليس منين شافوه تيتراوغ معاهم في الهضره مباشره مشاو جابوا مريم وواجهوها معاه. قالت لهم اييه هذا هو عمر اللي كانت مصاحبه معاه نورا ديما كيجي عندها، ولكن عمر بقى مصر على الهضره اللي تيقول لهم انا ونورا كتجمعنا علاقه صداقه وما عمرنا كنا مصاحبين. البوليس قالوا ليه واخا سي عمر عاود لينا اشنو درتي في هاد السيمانه كامله، معاياش كتوصل الخدمه ومعاياش كتوصل للدار وفين كنتي كتجلس ومع من كتمشى؟ قال لهم انا كنخرج من الخدمه مع 6:30 وكنجلس مع واحد صاحبي في القهوه حتى جويه 8، ومع 8:30 بالضبط كندخل للدار ما كنعاودش نخرج. ومن بعد ما عاود ليهم على البرنامج اليومي ديالو البوليس غيديروا تحقيق وغيبحثوا عليه باش يعرفوا واش كيكذب عليهم ولا لا، ولكن غيتاكدوا بان الكلام ديالو كان صحيح. وباش يزيدوا يتاكدوا بالهضره ديالو غادي ياخذوا الاذن من النيابه العامه باش يقلبوا حتى دارو. ومن بعد ما قلبوها ما لقاو حتى حاجه كتدخل الشك،
ولا ولا تثبت التورط ديالو في هاد الجريمة. ومنين ما كان حتى دليل، داكشي علاش تلقوه يمشي في حاله. خرج تقرير ديال الشرطة العلمية تيقول بأن نورا والخليجي كانوا في حالة سكر جد متقدمة، وكانوا على علاقة غير شرعية قبل الموت ديالهم. بالإضافة للبصمات ديال نورا والخليجي، لقاو بصمات ديال شخص ثالث اللي كانت المفاجأة. البصمات ديال هاد الشخص هما بصمات ديال مريم صاحب نورا. وهذه هي الحاجة اللي البوليس رجعوا جابوا مريم وعمقوا معها البحث من جديد. قالوا لها عاودي لينا آخر مرة شفتي فيها نورا. قالت لهم آخر مرة شفتها كان هو آخر نهار ديالها في الخدمة. خرجنا مع 11 ديال الليل، وكل وحدة فينا خدات طاكسي ومشات في حالها. سولوها وانتي فين مشيتي من بعد ما خديتي الطاكسي؟ قالت لهم بطبيعة الحال مشيت لدارنا. قالوا لها منين مشيتي لدارك؟ واش ما عاودتيش خرجتي تاني؟ جاوبتهم مريم وقالت لهم انا غير دخلت للدار تعشيت ونعست. رجعوا سولوها البوليس، قالوا لها فين كتسكني؟ جاوبتهم مريم وقالت لهم انا كاريه واحد البيت مع البنات في واحد الحي شعبي. هنا البوليس مشاو معها مباشرة فين كتسكن باش يقلبوا بيتها، وفعلا ما لقاو حتى شي حاجة تدخل الشك ولا تثبت بانها متورطة في هذه الجريمة. من بعد ما قلبوا البيت، البوليس سولوا البنات اللي ساكنين معاها وقالوا لهم معاياش دخلت مريم في النهار اللي وقعت فيه الجريمة. وهما يقولوا لهم دخلت في نفس الوقت اللي مولفة كتدخل فيه، ولكن بقات جالسة حتى الوحدة ديال الليل، لبست حوايجها وخرجت مرة أخرى. وهنا فين عرفوا البوليس باللي مريم كذبت عليهم، وباللي الشك اللي كان عندهم كان في محله، وغالبا باللي مريم عندها شي علاقة بهذه الجريمة. رجعوا المرة الثالثة كيحققوا معها، ولكن هاد المرة زيروا معها مباشرة. تهموها وقالوا لها علاش قتلتي صاحبتك بديك الطريقة الوحشية. ومع الضغط ديال البوليس وشهادة ديال البنات اللي معاها في السكنة وحتى البصمات اللي لقاوهم في مسرح الجريمة، هنا مريم عرفت راسها حصلات وما بقاش قدامها حتى شي حل آخر من غير أنها تعترف لهم بكل شيء. قالت لهم داك النهار فاش خرجنا من الخدمة بانت ليا نورا راكبة في الطوموبيل مع واحد الخليجي، وداك الخليجي كان الكليان ديالي انا، وكان كيعطيني فلوس كتيرة، وحنا كنا متفقين باللي حتى وحده ما تمشي مع الكليان ديال الاخرى. فاش شفت داك المنظر حسيت بالغدر وبقى فيا الحال بزاف، حيت داك الكليان من نهار ولا تيمشي معاها سمح فيا انا وما بقاش كيتصل بيا. داكشي علاش حقدت عليهم وقررت نصفيها ليهم بجوج. مشيت للبيت ديالي وجلست فيه حتى الوحدة ديال الليل، وفاش وصلت الوحدة ديال الليل لبست حوايجي وهزيت الصاك ودرت فيه جنوية كبيرة، وتعمدت انني نتعطل باش نلقاهم سكرانين. ولكن الحاجة اللي سهلت عليا هاد المهمة وهو باللي نورا كانت عطياني الدوبل ديال السوارت تاع الدار ديالها. داكشي علاش منين وصلت حليت الباب بلا ما يشوفني حتى واحد، وفاش دخلت لقيت نورا باقا فايقه، وغير شافتني قالت لي اشنو جايه ديري هنا في هاد الوقت. ولكن ما غاديش تكمل الهضره ديالها حتى غنهجم عليها وغنبقى نطعن فيها في الكرش ديالها حتى قتلتها. دخلت مباشرة لبيت النعاس ولقيت الخليجي ناعس لدرجة بكثرة ما كان سكران. نورا غوتات وما فاقش من النعاس. هجمت عليه حتى هو، بديت كنطعن فيه حتى هو بنفس الطريقة. ومن بعد ما تأكدت باللي ماتوا بجوج خرجت وسديت الباب ومباشرة مشيت في حالي. من بعد هاد الاعترافات كاملة البوليس حولوا الملف ديالها للمحكمة وتحكم على مريم بالإعدام وتسد الملف ديال هاد الجريمة. وحتى حنا القضية ديالنا سالات. الى عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تنساوش الاشتراك في القناة وما تنساوش اللايك. تهلاو ليا فراسكم
ونتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله. كانت معكم نوال، السلام عليكم.